إبراهيم الإيزدي. الحياة الكومونالية حياة كل سطر فيه مرتبط بالأرض والسماء. كانت الحياة الإيزديين في شنغال قبل القرن العشرين تشبه قصيدة شعرية يرتبط كل سطر فيها بالأرض والسماء. عرف هذا المجتمع كيف يستخرج لقمة عيشه من أرض القاسية، وكان هذه الحياة في كل لحظة منها تقدم أنقى نموذج للحياة الكومونالية التشاركية، حيث لم يكن الجهد ملك للأفراد بل ملك الروح التعاونية في القرية. شنغال الاسم الذي حفر مكانه في قلب التاريخ كألم عميق ومقاومة لا تنتهي، هو في وقت ذاته رمز للانسجام الغابر، وكان يحيا على أرض المقدسة قبل أن تصل عواصف الزمن. جبل شنغال تابع في قلب ميزوبوتاميا العليا، بلاد ما بين النهرين، يشبه صخرة القيت في السهل. ظلت القرون ميلادا وموتا أسيلا للمجتمع الإيزدي قبل أن تمدد ظلال الكوارث فوق هذا المجتمع القديم، وتحديدا حتى السنوات التي سبقت عام 1975 كانت الحياة الإيزديين تسير في تناغم تام مع الطبيعة. هذا الجزء من التاريخ يجب أن لا ينسى، لأنه يحمل قصة المقاومة الحياة الكريمة لأجيال عديدة، وكأنه مشهد استخرج من أزمان قديما. الجهد ليس شخصيا بل ملك الروح، روح الجماعية المجتمع. كانت حياة الإيزديين شنغال قبل القرن العشرين أشبه بالقصيدة. هذا المجتمع الذي استقر بشكل تقليدي في قرى صغيرة ومزرعة على سفح الجبال في وديان، عرف كيف يدبر معيشته من أرض الوعرة. كانت هذه الحياة تظهر في كل لحظة أوضح أمثلة الحياة الكومونالية. الجهد هنا ليس للفرد بل هو ملك للروح التشاركية في القرية. كانوا المعلمين القدامى الذي حاولوا الأرض الصلبة بجهد إيديهم وعقولهم المتوارثة عبر الأجيال إلى حقول معطاء. كانت الزراعة أبعد من كونها مجرد عمل، هي أساس وجودهم وساحة الكبرى للتعاون، حين تمد كل يد العون الآخر يخبز بشكل مشترك. في فناء الدار حديقة الجيران أيضا كانت البساتين الكروم والفواكه تحتل مكانا مقدسا في حياتهم. كان المعابد الخضراء تقدم ثمارها لم تكن مجرد مصدر الغذاء بل جزءا من هويتهم الثقافية والجماعية، وكان جني المحاصيل في موسم الحصاد سبب الاجتماع كل أهل القرية. كل عائلة كانت تمتلك حديقتها الخاصة، لكن عطر المساعدة كان يفوح من كل بستان مثل نهر يتدفق دائما لا يسمح له أن يجف. لم تكن العائلة تزرع الفاكهة فحسب بل كانت تخصص حديقة في فناء المنزل العائلات التي لا تمتلك الإمكانيات. في صباح مع خيوط الفجر الأولى عندما تعانق أشعة الشمس الكون، كانت الأمهات بشفقاتهم يشددون مزارهم. حين يحضرون الطعام لأطفالهم كانوا يرسلوا جزءا منه للجيران حتى وإن لم يكونوا محتاجين. نادرا ما كان الأفراد العائلة يجلسون وحدهم على المائدة، فدائما ما وجدوا شخصا من الخارج العائلة مكانا له هناك. ما كان يقتسم في الجوهر لم يكن الخبز بل الهموم والآمال، الحياة المشتركة. الدرس الأساسي لا يوجد أنا بل يوجد نحن. إلى جانب الزراعة كانت التربية المواشي هي النبض الثاني لاقتصادهم التشاركي. كانت أغنام واعز القرية ترعى غالبا تحت مظلة راعي المشترك. لم تكن المواشي تعطي الحليب فحسب بل كان سوف يتحول داخل المجتمع إلى أساس الملابس والأغطية التي تنسج بيد النساء وعقولهم الجماعية. كبر الأطفال يزدون مع الحيوانات تحت ظلال الجبال، يلتقون دروسهم يوميا من هذه الحياة التي تغيب فيه أنا وتسود فيه النحن. لم تكن هذه العلاقة العميقة مجرد اقتصاد كومونالي بل كانت احتراما لكل مخلوقات الله التي استقرت في فلسفة الإيزديين، الحياة كوحدة مقدسة. الإدارة الذاتية والاعتماد المجتمعي على الذات كانت السمة الأبرز للمجتمع الإيزدي في شنغال قبل عام 1975 هي إدارتهم الذاتية. مثل قلعة قديمة صمتت القرون أمام العواصف، لقد كانوا حقا لا يعتمدون على أي قوة خارجية، عاشوا شامخين وأحرارا ضمن حدودهم. كانت الإدارة المجتمع مبنية بالكامل على أساس الديمقراطية المجتمعية والطبيعية. كان الكبار القرية والشخصيات الدينية مكانا محترما، لكن القرارات المسيرية كانت تأخذ في مجلس القرى بشكل تشاركي.
لم تحل مشاكل بقوانين الدولة الباردة، بل بالعدالة الاجتماعية والضمير الجمعي. هذا النظام الذاتي قوى الروابط الداخلية المتينة، قاعدة صلبة لا يمكن لأي زلزال أن يزعزعها. الجهد المشترك، القرار المشترك، والحماية المشتركة، كان أمنهم أيضا جزء من هذه الإدارة الذاتية الكومينالية. عندما كان الخطر يأتي من الخارج، لم يكن المجتمع الإيزدي ينتظر جيشا، بل كانوا يبنون نظام الحماية الجوهري بأنفسهم، يهبون معا. بقدر حبهم لأرضهم كانوا جسدا واحدا لحماية كرامة القرية وإيمانهم. جعلت المظالم والضغوط عبر العصور من كل فرد صاحب مهارة في القتال، سواء بالقوس والنشاب أو بالسيف والرمح. كان الأطفال يتدربون مدة صغرهم، حين يمتلكون جميع المهارة الدفاع يكونون مخلصين لأرضهم وتحقق حماية الجوهرية بالضرورة. ورغم أن ابتعادهم عن مركز المدن جعلهم يظهرون كمنعزلين، إلا أن في الواقع كان درعا حمى روحهم الكومينالية وثقافتهم الأصلية من السحر والزوار. هذه الحياة التي بنت على الجهد المشترك والقرار المشترك والحماية المشتركة جعلت من شنغال موطن الحرية قبل أن تمدد حدود الحديثة والأنظمة المركزية التي تمس بهذه الحياة الطبيعية.